عارف لما تقعد على قهوة قديمة في وسط البلد الصبح بدري والجو رايق، ريحة الشاي بالنعناع طالعة وفي صوت لأم كلثوم جاي من بعيد، في اللحظات دي سحر غريب، كأن الزمن واقف وبيفتح لك باب لذكريات ما كانتش هتيجي على بالك غير هناك. أنا قابلت الراجل ده هناك، كنا بنسميه عم حكيم، بس الحقيقة هو كان الماضي بيمشي على رجلين، كل كلمة كان بيقولها كان وراها حكاية. كان دايما قاعد على الكرسي بتاعه وفي إيده كوباية شاي بالنعناع وقاعد بيحكي مواقف وحكايات حصلت معاه زمان. قعدته على نفس الترابيزة ونفس الطقوس، بس كل يوم كان بيحكي حكاية تحسسك قد إيه أيام زمان كانت رايقة وحلوة وسمسم. بس هل فعلا الماضي اللي احنا بنقعد نحن له ونحكي قد ايه هو كان جميل، هل هو فعلا كان كده ولا دماغنا بتوهمنا بده لسبب نفسي معين؟ هنعرف الحكايه دي مع بعض دلوقتي، وكده كده طالما في شاي بلبن يبقى نحكي. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا الكروان في حكايه من حكاوينا معاه جت غلبونا. كالعاده سيره الحنين للماضي، وساعتها سالت نفسي، هو احنا بنحن لمين بالظبط؟ ولا بنحن لايه؟ للاماكن ولا الاشخاص اللي كانوا حوالينا، ولا للزمن اللي كنا فيه بنضحك ونلعب من غير ما نبقى داريانين بحاجه؟ لكن الموضوع اعقد من كده، احنا بنشتاق لاحساس مش للشيء نفسه. فاكر ريحه بيت جدتك؟ مش الشقه اللي اشتقنا ليها، احنا اشتقنا للاحساس اللي كنا بنحسه واحنا هناك، الامان والدفى والبساطه ولمتنا كلنا في ليله شتويه حلوه. وهنا الكاتب الامريكي توماس وولف قال يو كانت جو هوم اجين، يعني حتى لو رجعت البيت مش هو وانت كمان مش انت. بس في غلطه صغيره في الجمله دي، احنا بنرجع للبيت في خيالنا وبنبني نسخه اجمل من اللي كانت ونعيش فيها كل يوم عشان نكمل اليوم اللي احنا مش قادرين نعيشه. وهنا بقى يا صاحبي في حاجه لازم نفهمها، النوستالجيا مش دايما بريئه. بس هو يعني ايه نوستالجيا اصلا؟ اشهر واحد ارتبط اسمه بكلمه نوستالجيا هو يوهانس هوفر، وهو طبيب سويسري في القرن ال17. الراجل ده في سنه 1688 كتب رساله علميه ووصف فيها حاله غريبه كان بيلاحظها على الجنود السويسريين اللي بيخدموا بره بلدهم. كانوا بيبقوا مكتئبين ومراهقين وعندهم خمول وحاسين انهم مش قادرين يعيشوا حياتهم طبيعي، واول ما بيرجعوا بلدهم بيخف. ساعتها سماه نوستالجيا، وده كان مصطلح طبي مش فني ولا رومانسي زي ما بنستخدمه دلوقتي. والكلمه نفسها جايه من نوستوس ومعناها العوده للوطن، ومن الجوس ومعناها الالم. يعني النوستالجيا حرفيا الم الحنين للوطن. هوفر كان شايفها مرض جسدي مرتبط بالبعد عن الوطن، وفضلت كده سنين لحد ما مع الوقت اتحولت لفكره رومانسيه وفنيه مرتبطه بالطفوله والذكريات والماضي الجميل. المشكله بقى ان النوستالجيا دي زي المخدرات، احنا مش بنفتكر الماضي زي ما هو، احنا بنخليه زي ما نحب نتصوره. خد مثلا، احنا دايما كنا نفتكر ايام المدرسه كانها كانت جنه، لكن مش دايما بنحط في بالنا اننا كنا بنخاف من المدرسين او بنعيط قبل الامتحانات، وكنا في الغالب مستنيين الوقت يعدي والاجازه تيجي بفارغ الصبر. بس الذاكره بتخلي كل ده حلو وبتسيبنا نعيش في وهم مريح. يعني في حاجه مش عارف انا فيها لوحدي ولا حد زيي، بس اوقات بحن لايام ثانويه عامه. مش عارف دي مزوخيه ولا ايه، بس بجد اوقات بحسها، مع اني ساعتها حرفيا كنت حاسس اني في سجن. فتقريبا كده دماغنا بتوهمنا قوي في الحته دي. احنا مش بنحن للماضي زي ما هو، احنا بنحن لنسخه من الماضي بنرسم فيها كل التفاصيل الحلوه وبنمسح التفاصيل الوحشه. لما مارك توين قال الذكريات هي اكتر حاجه بنحب نلعب فيها، نكسرها ونلمها تاني زي ما نحب. والحقيقه اننا مش بنهرب من الماضي، احنا بنهرب من الحاضر، الزمن اللي بيجري ومش عارفين نعمل فيه حاجه. فتبدا الذكريات تجيب لنا امن وحمايه، لكن المشكله ان الحمايه دي مش حقيقيه، هي نوع من الهروب. ده في كمان نوع من الناس بيحبوا يعذبوا نفسهم بالذكريات، لكن في سر جوه الموضوع ده لو جبت كتاب في علم النفس هتلاقيه. العقل عنده ميزه انه دايما بيشتاق للي كان مريح حتى لو كان بيأذيك وقتها. الماضي هو وسيله الهروب الاساسيه للعقل البشري. انت بتفكر في اللحظات اللي عدت عشان كانت امنه، كانت فيها اجوبه بسيطه، وكانت المشكله الكبيره انك لازم تقوم تذاكر. لكن الحاضر معقد ومليان تساؤلات ومليان مشاعر متناقضه وانت مش قادر تلاقي اجابه. لذلك العقل بيزوق الماضي والقلب بيصدق ويفضل عايش في وهم الامان ده. العقل البشري فيه خاصيه غريبه كده اسمها روزي ريتروسبكشن، يعني باختصار بنشوف الماضي وردي حتى لو كان اسود. ليه؟ عشان العقل مش بيستدعي الواقع زي ما هو، العقل بيستدعي الشعور اللي ارتبط باللحظه ويزوق ويجمل ويغش القلب. دكتور دانيال كاهنمان اللي خد نوبل في الاقتصاد السلوكي قال ان احنا عندنا انا بتعيش وانا بتفتكر، واللي بتفتكر دي مزاجيه بتحب تعمل مونتاج لنفسها. فكره الذاكره الورديه دي مش مجرد وهم، دي طريقه للنجاه، والاغرب ان احنا بنصدقها ونعيش فيها زي ما هي كانها حقيقه مطلقه. فاكر عم حكيم اللي قلت لك عليه في اول الفيديو ده؟ كان فيه ميزه بتخليه تفتكر المواقف والحكايات القديمه واللي في الغالب هتلاقي عند كتير من الناس القديمه. الميزه دي انه كان اوريجينال، عقل لسه نضيف وبيسجل المواقف دايما، ما دخلش في دوامه ريلز ولا سوشيال ميديا. حتى دلوقتي هو ولا عنده موبايل ولا مهتم بحاجه اسمها سوشيال ميديا اصلا. مشكلتنا النهارده ان من كتر المشتتات مخك ما بقاش يركز في اللحظه اللي انت فيها اصلا. يعني ممكن تعدي عليك سنه كامله وما يبقاش فيها ذكرى مميزه، او ممكن يكون فيه وانت مش فاكر. والاسوأ ان احنا بقينا فاكرين ان احنا بنسيف ذكرياتنا على السوشيال ميديا، لكن الحقيقه مش في الصور ولا في البوستات، قد ما الذكريات الحقيقيه هي اللي كانت بعيده عن الكاميرا، في لمه وقعده حلوه او موقف صغير كان بينك وبين حد قريب منك، وقت كانت السعاده فيه حقيقيه
لكن النهارده كل حاجه مترتب لها. احنا نروح المكان الفلاني مثلا هنتصور كام صوره ونرجع، فمش بنحس باي حنين للصوره مثلا، لان بجد مش مهمه. مخك ما سيفاش في دماغك على ان ده كان يوم حلو، لا ده كان مجرد تاسك. حتى لو فكرت معايا كده هتلاقي في اماكن تفضل جوه القلب، مش عشان كانت مريحه، بس عشان حرفيا كانت جزء منك زمان. الشارع اللي كنا بنجري ونلعب فيه، الكشك اللي كنت بتجيب منه البان، الحيطه اللي اتسندت عليها وانت مستني صاحبك وهو بيربط الكوتش ونازل، كل تفصيله منهم فيها حته مننا. المكان اللي اتربيت فيه مش بس فيه ذكريات، ده فيه نسخ منك، انت الطيب وانت المجروح وانت المضروب وانت اللي ضيع الفرصه انه يضرب اللي ضربه. فلما تمشي في الشارع ده بعد سنين، انت مش بتشوف بس اسفلت، انت بتشوف روحك القديمه وهي معديه من جنبك وما بتبصش عليك. بس في حاجه تانية، الناس اللي كانوا حوالينا راحوا فين؟ اللي كنا بنضحك معاهم على حاجه تافهه واللي كنا بنزعل منهم من غير ما نقول كلمه، راحوا فين؟ في منهم اللي بعد، وفي اللي اتغير، وفي اللي لسه قريب بس مش زي زمان. في وقت كانت علاقتك بالناس عفويه وبيدخلوا قلبك من غير تفكير. عم حكيم قال لي مره، اللي كنا بنحبه زمان كنا بنحبه بالقلب، دلوقتي بنحبه بالعقل وبنتخزوه برضه. شوف يا صاحبي، في النهايه كلنا عندنا مشكله مع الحاضر. الماضي بقى زي فيلم قديم بنحب نتفرج عليه، اما الحاضر فهو دايما في حاله ارتباك. كل واحد فينا بيخاف من الحاضر لانه مجهول. في ناس مش عارفين ايه اللي جاي وده بيخليهم يهربوا للذكريات، لكن مش ده الحل. الهروب دايما بيكون وقتي زي المخدرات، اللحظه الحلوه بتخلص سريع وبيطلع بعدها فراغ. لكن لو واجهت الحاضر واخدت القرار انك تكمل حتى لو في تعب، هتلاقي نفسك قادر تعيش في اللحظه حتى لو كانت مش سهله وحتى لو كانت مليانه تحديات. الحياه مش حكايه كامله من اولها لاخرها، هي لحظات صغيره، ولكن لو عشتها كامله هتحس ان انت عشت الحياه. لكن السؤال هنا يا صاحبي، هل الماضي فعلا علاج ولا هو فقط وهم بنهرب اليه؟ في ذكريات بتساعدك وبتزوقك لقدام، زي موقف اتصرفت فيه بغباء مثلا، او موقف محرج حصل لك واتعلمت منه. وفي ذكريات بتجيبك لورا وتخليك تعيش في لوب مقفوله لذكرياتك. ودي بالمناسبه ممكن تبقى نفس الموقف اللي فات اللي اتصرفت فيه بغباء، بس خدتها بتأنيب ضمير او بجلد ذات. لكن الحقيقه ان الماضي مهما كان محتاجين نطلع منه الدروس مش بس الندم. مفيش مفر من الحاضر، لان المستقبل هو اللي في ايدينا. في الاخر انا مش شايف اننا بنفتكر الماضي عشان نرجع له، لان مفيش رجوع، في لحظه عدت ومش هترجع تاني، في صوت اختفى وفي ضحكه ما بقتش تطلع بنفس العفويه. احنا بنفتكر عشان ما نضيعش. لما الدنيا تسرع ودماغنا تتشغل، الذكرى بتيجي زي فرامل لقلبك توقفك، تفكرك انت كنت مين وانت ليه بدات المشوار ده. اللي بيفضل جوه كل واحد فينا مش الماضي، لكن النسخه الطيبه مننا اللي عاشت هناك. ويمكن ده المعنى الحقيقي للنوستالجيا، مش انك عايز ترجع، لكن انك مش عايز تنسى. تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. الماضي حلو بس ما ينفعش نعيش فيه، والا هتفوق في يوم تلاقي نفسك عايش ما بين سوا. في لحظه كده كلنا لازم ناخدها، لحظه تبص فيها في المرايه وتسال نفسك سؤال، انا لسه هنا ولا انا كمان بقيت ذكرى؟ المهم يا صاحبي، رجعت القهوه بعد فتره طويله ودورت على عم حكيم، ما كانش موجود. سالت القهوجي، قال لي ساب الترابيزه ومشي من غير ما يبص وراه. قال لي مفيش حاجه في الماضي تستاهل اعيش جواه تاني، دي كانت ايام بنت